وزارة الدفاع الوطني تتطور يوما بعد يوم من خلال ما تصنعه الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل لعلامة مرسيدس بنز من شاحنات وحافلات بمقاييس عالمية وتكنولوجيات حديثة تلبي بها حاجيات الجيش الوطني وكذا الهيئات والمؤسسات الوطنية الأخرى. اليوم وبالقاعدة الصناعية بالرويبة تم تسليم 227 عربة، 120 منها لفائدة المديرية المركزية للعتاد والباقي لمؤسسات عمومية وخاصة. وتبعا لأوامر وتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والمتابعة الميدانية والدائمة للسيد المدير الصناعات العسكرية، على صدد إعداد مع الشريك التكنولوجي ديملر قاعدة حديثة حسب معايير جودة شركة مرسيدس بنز، وهذا لإنتاج 15,000 شاحنة مختلف الحمولة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن. اكتشفنا المرسيدس يصنع لنا، بدلنا ذوك لاكوموند نتاعنا، عندنا براسك شاك 2 موا عندنا اون كوموند بور élargir notre parc et aussi من ناحية الجودة، السرعة في التسليم والسيرفيس ابري فونت. لو سيرفيس ابري فونت يكون ميور سيرتينمون، دونك اي بي لا رابيديتي، دونك كي تشري ان تروك من ليترونجي استنى ويجيوك لا بيس دو ريشانج ايتترا. الوغ تو اي فابريكي ايسي، دونك سي بلو رابيد، تري كونكورونسيال بنفس، تقدر تقول بنفس السعر تحصلنا على حافلات بجودة أعلى. دفعة جديدة تعد مكسبا يضاف إلى ما تسجله مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني في تطوير الإنتاج الوطني من خلال التأهيل والتكوين المستمر للمستخدمين قصد مواكبة التطور التكنولوجي وتدعيم القدرات الصناعية الوطنية، وهذا تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد عبد العزيز بوتفليقة، والرامي إلى بعث الصناعة الوطنية وتطويرها.